35 سنه في الجماليه، انت جايبها بقى من ايه؟ من قلب الشغلانه. من وانا عندي 9 سنين وانا في الصنعه دي. 9 سنين عند مين بقى؟ معلمي رحمه الله عليه الحاج عبد العبادي. الف رحمه ونور عليه. رحمه الله عليه. و9 سنين انت حبيت شغلانه الحلي صعبه يعني مش سهله؟ انا حبيتها عن اخويا الكبير. ها. كان في الحرفه دي. قول لي بقى دلوقتي احنا هنا في المركز، حضرتك بتطلع منتج يتباع وبتعلم كمان. تمام. الناس اللي بتحب. احنا مبادره صناعيه مصر. أيوة. دي الدفعه الرابعه اللي احنا شغالين فيها، ودي حاجه تبسطني جدا. دي زكاه علم عني يعني، وربنا يتقبلها مني. انا بحبك والله. زكاه علم عن علمك. وربنا يتقبلها مني ان شاء الله. ربنا واحنا ما يتقبلها بنقصرش مع كل الاسطوات اللي بيعلموا اجيال جديده. انا بفرح لما بشوف حد بيشتغل بايده ويكسب من حاجه انا علمتها له، دي حاجه بتبسطني جدا. ده كلام جميل، يا رب يجعلنا جميعا سبب في ابواب رزق. امين. انت عارف طبعا ان 35 سنه في الجماليه دي معناها خلاص انت انضميت، مش بحكم السن، بحكم ال 35 سنه لشيوخ المهنه. طبعا انت كده ايه؟ شيخ مهنه. الحمد لله. تمام. طيب الحاجات بقى اللي انت بتعملها، الحاجات الجميله دي، في حاجه هنا في شغل شفتشي ولا كله شغل لا كل شغل يعني ده يعتبر من الشفتشي، قريب من الشفتشي. لكن انت اصل شغلك ايه بقى؟ الحفر على الحلي والدق. الشغل العربي كله هاندميد، احنا بنشتغل هنا كله هاندميد. يعني هنا مثلا ايه؟ لقيت انا شفت حاجه كده لذيذه. مين اللي رسم الرسمه؟ ده تاج محل، ده لزميلي هنا معايا. رسم الرسمه دي. بص على كرتونه يعني هو لقاها كده في الارض، رسم عليها الراجل ايه، مشكورا يعني. وتحولت للحته دي خدت وقت قد ايه بقى من الورقه اللي مرميه على الارض اللي هنا؟ يعني يومين 3. والله العظيم انتوا شطار بجد. وعندنا ايه كمان؟ عندنا طبعا حاجات هنا. ده شغل المتدربين هنا. المتدرب اللي مع حضرتك بيجي كام يوم في الاسبوع؟ بياخد وقت قد ايه لغايه ما تقدر تديله شهاده ان هو صنايعي؟ هو بيجي يومين في الاسبوع لمده سنه. لمده سنه. طب والله كويس ان هو يعني ايه عنده هذا الاصرار. بيجي يومين في الاسبوع لمده سنه، وفي شهرين بيبقوا مشروع اللي هو مشروع، ويقدر بعد كده خلاص يفتح باب رزقه بقى ان شاء الله. بالتاكيد ان شاء الله. وحلاوة الصنعة في مهارة الصنايعي وطولة باله وصلابة صبره. هنا المبدع بيحلق إلى بعيد من أجل شغل إيد جميل ملوش تاني وملوش مثيل. ومش بس بطرقة على النحاس ولا لضم إبرة وفتلة، إنما بالموهبة والإحساس، والمهم إنك تصدق حرفتك.